بسم الله الرحمن الرحيم. بنشوف اليوم كيف ننشئ حساب في ممارسة بلس التحديث الجديد. أول شي حنفتح جوجل، حنكتب هنا ممارسة بلس، بيجينا أول رابط بنخشه، راح ننزل تحت بنضغط الدخول للخدمة، راح نضغط هنا إنشاء حساب. أول شي حتختار نوع الإثبات، مثلا بختار الجواز، بحط هنا رقم الجواز، بعدها بختار تاريخ الميلاد، بعدها بضغط التالي. بتجينا الصفحة الثانية خاصة بالبيانات الشخصية، هنحط الاسم باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ونحط بلد الميلاد والجنسية والديانة والحالة الاجتماعية، ونختار النوع ذكر أو أنثى. بعد ما أعبي البيانات الشخصية بضغط التالي. بعدها بتجيك الصفحة الثالثة الخاصة بمعلومات العنوان، بتختار بلد الإقامة وين، مثلا أنا أقيم في مصر. بعدها بختار المدينة والحي والشارع ورقم المبنى ورقم الوحدة والرمز البريدي، واضغط التالي. طبعا البيانات تكون باللغة الإنجليزية. بعدها أضغط التالي. الصفحة الأخيرة حتكون بيانات الحساب، بتحط هنا البريد الإلكتروني، بريد خاص فيك ما تنساه، وتحط هنا الرمز، وإذا عندك رقم جوال شغال تقدر تحطه هنا. بعدها تضغط إرسال. طبعا أنا عندي حساب من أول فما راح أنشئ حساب مرة ثانية، لكن أنت إذا أنشأت حساب راح تجيك رسالة على البريد الإلكتروني، حتروح البريد الإلكتروني، حتفعل حسابك، بعدين تسجل دخول للحساب. بعد ما تسجل دخول للحساب احتمال تجيك صفحة خاصة بالبيانات الشخصية، حتكمل تعبئة البيانات الشخصية ثم تقدر تقدم على تصنيف. أنا الحين سجلت دخول للحساب. أول شي بغير اللغة للغة العربية من هنا، بعدها بروح الملف الشخصي. أول شي راح أكمل بيانات الملف الشخصي أو المعلومات الشخصية تبعي. بعدها أول خدمة حتسويها حتروح الخدمات، خدمة التسجيل المهني، هذه أول خدمة تقدم عليها علشان تقدم على التصنيف وتحصل أحقية امتحان. بعدها برقم الأحقية تقدر تحجز للامتحان. بعدها تصير طبيب مصنف في المملكة العربية السعودية. بالنسبة لخطوات التسجيل المهني بحط لكم رابط في الوصف يشرح التسجيل كامل. وبالنسبة للمتطلبات تقدر تعرفها من هنا، هتخش جوا. هذه المتطلبات سواء كنت طب أو صيدلة أو طب أسنان أو تمريض أو مختبرات أو علاج طبيعي أو إدارة أو فني. وبقية الشرح في الفيديو اللي في الوصف. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك، وشكرا.